النهارده احنا في جامع الحاكم بأمر الله اللي أنشأه العزيز بالله الفاطمي خامس الخلفاء الفاطميين، ثم تولى بناؤه بعد ذلك ابنه الحاكم بأمر الله. تولى الخلافة بعد والده العزيز بالله وهو عمره 11 سنة. تخيلوا 11 سنة. كان أول ما يصحى الصبح تقف في دماغه هدوا لي كل الكنائس والمعابد، وبعد شوية رجعوا تاني المعابد والكنائس ورمموهم تاني. ايه يا عم الجنان ده؟ جامع الحاكم بأمر الله يعتبر من أقدم 4 جوامع في مدينة القاهرة بعد مسجد أحمد بن طولون. يعتبر تاني. كانت أصعب الفترات اللي حكمها الحاكم بأمر الله منذ توليه الولاية وهو عنده 11 سنة. تخيلوا يحكم مكان زي ده 11 سنة. دي حتى كنيسة القيامة اللي في القدس ما سلمتش منه، أمر برضه بهدمها. وبعد فترة رجع تاني راح رممها تاني من أول وجديد. إيه ده بقى؟ المأذنتين دول ليهم حكام على الحاكم بأمر الله. كانت كل ليلة خميس وكل ليلة اتنين كان الحاكم بأمر الله يملاهم بخور، كانت ريحتهم توصل لحد مدينة الفسطاط. مسجد الحاكم بأمر الله من أجمل الأماكن اللي في قلب القاهرة، اللي أتمنى كل الناس تزورها. من أجمل الأماكن اللي في قلب القاهرة هنا في شارع المعز. مسجد الحاكم بأمر الله تم ترميمه أيام الرئيس السادات الله يرحمه، وكانت هي طائفة البهرة هي اللي قامت بترميم المسجد ده وقتها. ومرة كان ماشي الحاكم بأمر الله فسمع زي ضحك وهزار فوق السطح بتاع البيوت، فبص لقى سيدات كتير قاعدين طبعا بيتسامروا في الظهرية والكلام ده، فمنع ظهور أو نزول الحريم خالص الشوارع. طب ازاي؟ أو عشان يأكد الموضوع ده ادى أمر إن هو ممنوع صنع الأباقيب أو الأحذية بتاعت السيدات. الموضوع ده فضل 7 سنين لحد ما الحاكم بأمر الله مات. تخيلوا. كان بيعاون الحاكم بأمر الله لما تولى الحكم وعنده 11 سنة الوزير برجوان، وأول ما الحاكم بأمر الله شد حيله وتم 15 سنة موت الوزير برجوان. الملوخية بقى دي لها حكاية ورواية. لما منع الحاكم بأمر الله أكل الملوخية وزراعتها كانت مرتبطة بأمرين، هي وأكل الجرجير، يعني حرم الملوخية وحرم الجرجير. طب ليه؟ قال لك إن الملوخية معاوية بن أبي سفيان كان بيحبها فمنع زراعتها ومنع أكلها. وبرضه الجرجير قال لك السيدة عائشة كانت بتحب الجرجير، هم كانوا بيقولوا كده أو المقاولين كانوا بيقولوا كده. منع زراعة الجرجير ومنع زراعة الملوخية، وأمر إن هم ما يزرعوش خالص في قلب القاهرة. انتوا عارفين يعني ايه حاكم يحرم صلاة التراويح ويحرم الحج؟ وبرضه اخواننا المسيحيين ما سلموش منه. كان بيهدم الكنايس والمعابد، حتى كنيسة القيامة اللي في القدس ما سلمتش من الحاكم بأمر الله. هذا أمر بهدمها وبرضه رجع أمر برميم تاني مرة تاني. من الناس من يقول عليه مجنون، ومن الناس اللي يقول عليه ده من أحكم الحاكمين، وفي ناس بتقول عليه إنه هو إله. تخيلوا، رمى 5000 أذان جزان، يعني جزان عسل اسود في النيل. شوف عشان كده المصريين دمهم زي العسل. ومنع صنع الأبائيب عشان كانت بتعمل صوت. الحاكم بأمر الله ما كانش بيحب الصداع خالص. الحاكم بأمر الله شخصية، بص، خيالية. وكان في حمارة اسمها قمر بتمشي معاه، دي كان بيتجول بيها بين الناس وكان بيعرف مشاكلهم. وكان بيتقال برضه ان هو كان بينزل بالليل متخفي عشان يعرف امور الناس. وكان زاهد في الدنيا، يعني ما كانش يحب البهرجة ولا كان يحب لبس الحرير ولا كل الشجلم ده خالص. المؤرخين كان بيقولوا إنها كانت من أصعب سنين الحكم اللي تولاها الحاكم بأمر الله، عشان الأحكام اللي كان بيصدرها طول فترة حكمه 25 سنة. وكان ينزل الحاكم بأمر الله وسط الناس يشوف مشاكلهم، وكانت معاه الحمارة بتاعته اسمها قمر. وحرم أكل السمك اللي هو بدون قشر اللي هو القراميط، يعني أكيد كلنا عارفينه. مش بقول لكم كل حاجة وعكسها. وفي روايتين لقتل الحاكم بأمر الله. في رواية بتقول إن أخته هي اللي قتلته،
وفي رواية إن هو لما طلع جبل المقطم فوق إن هو صعد للسماء. يعني في كذا رواية، مفيش